يا ناعمة يا غريبة، اللي يجيبلك تكات وأسرار الغريبة الناعمة الدايبة وكمان التسوية المظبوطة. أنا هبة إبراهيم، بنعمل وصفات سهلة جدا وبسيطة والطعم خطير وفي حتة تانية. ما تنسوش تتابعونا على صفحة الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك، وتنزلوا بالتطبيقات الجميلة بتاعتكم. تعالي بقى نشوف الجمال ده كله عملناه ازاي. المعادلة بتاعتنا 4 2 1، يعني كوبايتين من السمنة، كوباية من السكر البودر، 4 كوبايات من الدقيق المخصص للحلويات. وتكون السمنة عندي هنا تكون يعني جامدة، ما تكون حاطينها في التلاجة لمدة نص ساعة ساعة، بحيث ان هي ما تبقاش بدرجة حرارة الغرفة. نزلت بكوبايتين من السمنة عليهم كوباية من السكر البودر، قعدت اضرب فيهم كده بالمضرب الكهربائي او بالمضرب السلك أو في العجان لحد ما وصلوا للقوام ده. 4 كوبايات من الدقيق عليهم رشة من الملح، وبعد كده نخلناهم كويس جدا. وأهم حاجة في الدقيق إن هو يكون مخصص للحلويات. نزلت بالدقيق على السمنة والسكر لحد ما الدقيق اختفى، ونزلت بمعلقة صغيرة من الفانيليا. هو ده القوام المظبوط، لا شققت ولا أي حاجة. تقدري تختبريها كده واحدة بس كده وتسويها في الفرن. لو لقيتيها فرشت منك يبقى محتاجة معلقتين من الدقيق، لو ما زادتش يبقى مظبوطة. ابدأي شكلي بقية الغريبة بتاعتك وحطيها في الفرن على درجة حرارة 160، ما بتاخدش 10 دقايق. تخرج من الفرن تسيبيها تبرد تماما وتبدأي تمسكيها. هو ده اللون المظبوط وده القوام المظبوط. بتبقى اللون اللي هو الأرضية بتاعتها أشقر فاتح. تقدري بقى تزينيها بلولي، تقدري تزينيها بلوز، بعين جمل، بفول سوداني. أي حاجة عندك متوفرة. تقدري كمان تسيبيها سادة، خطيرة والطعم يجنن والتسوية مظبوطة. جربوها بطريقتي. أشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة إبراهيم. باي باي.